السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ بصوا اللفه الحلوه دي انا عايزه اقول لكم ان هي نفعتني قوي. عامه هي بتنفع كويس جدا جدا لو انتي بتحبي الطرح مش بتحبي الخمارات، بس في نفس الوقت مش عايزه الطرحه من قدام تكون طويله قوي علشان تدي كده شكل كويس، وبرده مش عايزاها تكون مقزعره علشان تكون سترة ومغطيه. فاحنا هنعمل مع بعض لفه حلوه كده بقطع اضافيه باذن الله، هتبقى كويسه وهتتلبس اكتر من طريقه وهتعجبك. انا متاكده انها هتعجبك ان شاء الله. بصي يا ستي، اولا الطقم ده عباره عن طرحه في منها مقاسات كتير، مترين في 85، مترين في 90، مترين في متر، مترين في 150، متر و75 في 75. عامه يعني مختلف المقاسات بتاعتها. والاسمه طبعا بتبدا من اول 20 سنتي لحد 50 سنتي. والقطعه الزياده هي البندانه دي او السكارف ده، بتكون مقاساتها يعني 60 في 60. بتتلبس ممكن بندانة زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت لابساها على فكرة بعد ما خلصت الفيديو، كنت لابساها كبندانة و وممكن تتلبس سكارف. هنلف النهارده دلوقتي معاكم، مش عارفه ايه التلعثم اللي عندي ده، حد واكل بقي. هنلف معاكم النهارده ايه الطرحه بس، وهي القطعه الزياده دي سكارف مش بندانه. لفينا الطرحه عادي، لبست الاول اللسمه وبعد كده لبست الطرحه. وكمان لو عايزه تغطي حواجبك بشريطه ماشي، انا كنت مصدعه جدا العادي بتاعي، يعني على طول مصدعه، معرفش ليه بقالي سنين، يعني من ايام ثانوي وانا على طول دماغي وجعاني، يعني لدرجه الواحد شك والله يكون لا قدر الله عندي حاجه. ما علينا، مش هدخلكم في زوارق امراضي يعني. لفيت الطرحه بعد ما لبست اللسمه، وبعدين رحت حطيت السكارف زي ما انتوا شايفين كده على كتافي. حطيت دبوس في اليمين ودبوس في الشمال بحيث انها تبقى مثلث كده، يعني جبت السكارف ده قسمته شكل المثلث ورحت حطيت دبوسين على كتافي علشان تدي الشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين رحت جبت الطرف التاني من الطرحة، ثبت في حته كده منه اللي انتوا شايفينها دي، ثبتها في الطرف الاساسي اللي هو عند زوري ده اللي بقفل منه علشان ما تبقاش خانقاني قوي. والطرف التاني حطيت الدبوس زي ما انتوا شايفينه، بحيث ان الطرف اللي هو السايب بتاع الطرحه يكون لورا كده او لقدام. شوفوا انتوا حابين تعملوا ايه، كل واحد على حسب ما بتحب تلف الطرحه بتاعتها. هتقعدي تظبطي شويه، لو انت عايزه مثلا الشكل المثلث ده عريض على كتافك هتطولي طبعا من الكتاف زي ما انا حاطه ايدي. عايزاه على قد بس منطقه الصدر من قدام، مفيش مشكله، هتدي برضو نفس الشكل ويكون شكلها كويس وتكون سترة وجميله. في بنات بيحبوا اللون يكون مختلف، في منها اطقم عندي السكارف ده لون اللسمه والطرحه مختلفه. في ناس بيحبوا يعني يكون الطقم كله نفس اللون. بصي زي ما انت عايزه، اهم حاجه ما يكونش ملفت للنظر ويكون ساتر ويكون كويس وشكله كده جميل وابن حلال. لو اللفه عجبتك اكتبي في الكومنتس اللفات التانية.